بسم الله الرحمن الرحيم. فاركو يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة. هزيمة كارثية للزمالك الصراحة. لعيبة مش حاسة بقيمة التيشيرت اللي هي لابساه. أنا مش عارف اللعيبة ديت، خاصة المدافعين ونص الملعب. مش عارف اللعيب مش عارف يباصي. حسام عبد المجيد مش عارف يباصي الكورة. اتقطعت في أول 7 8 دقايق جون زي ماتش أسوان تبكى. بس ماتش أسوان الزمالك رجع بالنتيجة. ماتش الداخلية اهي رجع بالنتيجة منظر. انما 3 اهداف. جون اول غريب الشكل، لعيب بيباصي من عندنا الكورة معرفش يباصيها، خدها مهاجم فاركو وشاطها دخل الجول. الجون التاني نفس الوضع. اللعيب استلم الكورة، اللعيبة كلها المدافعين رجعت لورا عشان تسيبه يشوط، بدل ما المدافع قلب بيه كورة يضغط عليه عشان ما يخلوش يشوط. خليك في اللي قدامك، سيبك من المهاجم التاني، خليك في اللي معاك الكورة. شاط الكورة عملت بند ودخل الجون. الحظ كمان يعني. جون تالت بقى هو الافضح. في الوقت الضايع لعيب بيعدي من عمر جابر تخبط الكرة في رجله وترجع للعيب تاني. بعدين ابراهيم نضيج يشوط الكوره تيجي في رجل المهاجم وتروح. وبعدين يوصل للمهاجم لمحمد طارق يموه عليه بجسمه او مش يموه عليه، الراجل يفتح له عشان ما يعديش اليمه الضيقه، عشان مدافع ذكي جدا ففتح له اليمه الواسعه بقى. يعني بصراحه كده بلغه الكوره وسع له عشان يجيب الجون الثاني. ولعيبه الزمالك لا منظر ولا الهجمه ولا الهجمتين اللي جم، الشبكه فاضيه مش عارفين يحطوها. يعني هجمات الزمالك هنقول اخطر، بس مش عارفين يحطوها. اللعيبه يا جماعه، العيب مش في المدربين. يعني العيب مش في المدربين. غلط ان 2 مدربين يبقوا قاعدين على الخط، واحد مشي وبعدين رجع تاني يمسك الفريق وساب النهارده اسامه نبيه هو اللي يدرب. فيه تخبط، مجلس الاداره عامل فيه تخبط. مش عارف، مدرب رجع تاني. طب خليه في المدرجات وخلي اسامه نبيه هو اللي يقود زي ما هو كان موجود، ان ما يقعدش فيرا مثلا على دكه البدلاء ولا اي حاجه. اللعيبه مثلا هتبص لمين ولا هتتكلم مع مين؟ مش عارف نتيجة. بص، احنا ما صدقنا ان الزمالك كسب فيوتشر، ده الفرق التعبانه هي اللي كسبت الزمالك. اسوان والداخليه والاتحاد في اسوأ حالاته، والماتش بتاع النهارده فاركو. يعني الزمالك خسر خلاص. كده بقى السنه دي 23 الزمالك كان متصدر الدوري لو تفتكروا لغايه سنه اخر 22، يعني من شهر. الزمالك كان متصدر الدوري وبطل الدوريين اللي فاتوا من شهر واحد 30 يوم. اتقلبت الآية دلوقتي، الزمالك في المركز خامس وممكن يبقى سابع عادي. لو المقاولين كسب او المحله كسبان هيبقى سابع. انسى بقى بطولة الدوري عشان بطولة افريقيا جاية وهتبقى فضيحة، لان الزمالك هيلاعب فريق تقيل جدا وحظه العسر اللي بقاله سنتين نفس الحكاية، وبنتعادل في ارضنا وبعدين نطلع نتغلب وبعدين نيجي نتعادل ونطلع نتغلب وبعدين بنفوق في الاخر فبنجمع ال6 7 نقط وبنطلع من البطولة. وكان عندنا لعيبة احسن من دي. فانسى بقى السنة دي خالص كده بكل حاجة، وابتدي بقى يمكن ربنا يكرمك في افريقيا. وما اعتقدش بالفريق التعبان ده. فريق تعبان، فريق ما عندوش اي طموح وما عندوش اي ولاء للفانيلا اللي لابسها. زائد مجلس اداره مشى. اولا ما خيطش 3 لعيبه مهمه اللي جابهم، ومشى امام عاشور نجم نص الملعب، الدينامو بتاع نص الملعب، وما جابش مكان. يعني بدل ما ندعم عشان الفريق واقع، يعني احنا حمدنا ربنا ان الفريق وقع في شهر يناير شهر التدعيمات. بدل ما ندعم بقى ونجيب لعيبه، مشينا نجم الفريق امام عاشور وما جبناش حد والحمد لله. فموسم ضايع يعني عشان جمهور الزمالك يرتاح خالص. الموسم ده ضايع بالنسبه للزمالك خالص. يعني ربنا يستر عليه. عمر الزمالك ما شفناه مثلا، معلش يعني، بيتهزم 3 ماتشات ورا بعضيهم وبالنتيجه ديت. ما شفناش الزمالك بيعمل كده. انا ما خدتش يعني من فتره كبيره. ده ايام كده ما شفناش برضو الزمالك. ايام ال10 سنين اللي الزمالك ما خدش فيهم الدوري ما كناش بنشوف كده. كان الزمالك بيكسب وبينافس، انما بالمنظر ده. وما كانش في اداء بالمنظر ده يا جماعه. انا اداء صعب جدا، اداء صعب جدا جدا. يعني انا بصراحه ربنا ما شفتش اداء بالمنظر ده. لعيبه خط الوسط تايهه،
ولاعيبه المدافعين تايهين، والمهاجم سيف الجزيري في وسط خمس ست مدافعين من فاركو. طب هيعمل معاهم إيه؟ مفيش كوره بتجيله، ولو جات له الكوره بينقضوا عليه، ومفيش انتشار، ولا في جبهه يمين ولا جبهه شمال. يعني انا والله ما عارف، يعني انا مش عارف الفريق ده فريق تعبان جدا، وبقى مطمع لكل الفرق. يعني بقى مطمع لكل الفرق. الصراحة أنا ما شفتش، يعني أنا بقول لجمهور الزمالك ما يزعلش عشان إحنا زهقنا. إحنا ما صدقنا إن الماتش اللي فات فاركو كسبناه، قلنا الفريق هيعود لأمجاده، هيعود للسنة اللي فاتت، هيعود لآخر السنة للماتشات بتاعت الدوري الموجودة دي. إنما بالمنظر اللي إحنا شفناه ده مع فريق فاركو اللي جاب اربع هجمات جاب ثلاث اجوان، بغض النظر اللعيبه حتى بتلعب بثقه، اللعيب بيستلم الكره على صدره وبيبصيها مش خايف. ما كانش كده الكلام، يعني اللعيبه بتاعت الزمالك ما كانش كده. كان لعيب بيستلم الكره على صدره ما بتنزلش القدر ده الا ومهاجمين الزمالك ونص ملعبنا ضاغط عليه. انما بالمنظر ده لعيبه، نص لعيبه الزمالك الموجوده دي خارج الخدمه. محمد طارق ده نزل، كان بيلعب السنه اللي فاتت افضل من كده، نزل يسد عجز يشكر، رغم انه وسع للمهاجم بتاعهم الافريقي في هدف. يعني صراحه ربنا ما فضيحه، هدف فضيحه، انه عدى من ثلاث لعيبه واللعيبه بتقع. يعني الاجوان اللي جايه، الجون الثالث اللعيبه بتقع، تخبط الكره في رجله وتقع. والله العظيم زي فيلم 4-2-4 اللي يقول لي وشرفي ما لمس. اللعيب يشوطها في رجله ويقع، والتاني يشوطها في رجله ويقع، والتالت يروح موسع له الحته ويروح جاي ويروح جاي دوكا شايطها في الجول. الجون الاولاني نفس الطريقه، اللعيب يجي يشوط الكوره ما عرفش يشوطها، بيبصيها مش قلشت منه، ما اتبسطش خالص، ده صلحها للمهاجم. تيجي يجي يروح المهاجم شايطها جون. الجون الثاني شوطه من بره ال 18 ضعيفه جدا، تعمل بند، حتى عواد نايم لها بالراحه كده باستهتار. حاجات غريبه، حاجات غريبه فعلا. يعني لو جينا نتكلم على اداء الزمالك، اداء لا في ترابط ما بين نص الملعب ولا بين المهاجمين ولا بين الدفاع، ولا حارس المرمى خارج الخدمه عواد النهارده. لكن لما نيجي نشوف الاجوان اللي دخلت في الزمالك برضو غريبه، غريبه ما تدخلش. لا يعني بص الجون الثالث، عمر جابر شاط الكوره جت في رجل اللعيب ورجعت له، بعد كده راحت لابراهيم نضاي، طولت من المهاجم راحت لابراهيم شاطها وراح واقع، جت في رجل المهاجم وراحت له. بعد كده المهاجم خد الكوره، راح محمد طارق موسع له عشان يشوط الكوره ويجيبها جول. حاجه غريبه الشكل والله. هيلعبوا ازاي فريق مولودية شباب بلوزداد الجزائري اللي اقوى فريق في الدوري الجزائري، واخد الدوري السنه اللي فاتت واللي قبلها؟ هيلعبوه ازاي؟ هيلعبوه ازاي اللي فيه 7 8 لعيبه دوليين، ومنتخب الجزائر بيضم لعيب واحد دولي، لعيب واحد لو قعدوا احتياطي يبقى لعيبه مهمه جدا. هيلعبوه ازاي بالفريق ده؟ الفريق ده ما بيوصلش للجون. وسط الملعب، وسط الملعب هو فعلا الزمالك فعلا محتاج الونش. الونش كان فعلا شايل الزمالك ب 80% ورا، مش 50% ولا 60%. لا الزمالك انكشف لما محمود الونش مش موجود، انكشف. مفيش مدافع في الزمالك عليه القيمه الا يا عبد المجيد سنه، الباقي كله خارج الخدمه. عبد الغني خارج الخدمه، محمد طارق اللي نزل خارج الخدمه، الزناري اللي احنا اشتريناه خارج الخدمه، كل اللعيبه 11 صفقه اللي احنا جبناهم على اعلى مستوى كلهم خارج الخدمه. فريق كله السنه دي يا جماعه خارج الخدمه، ما تنتظرش اي حاجه من فريق زي ده. يعني احنا لو دخلنا بطوله افريقيا دي وعافرنا، ما تنتظرش بالمنظر والاداء ده، ما تنتظرش حاجه. ومش مشكله مدربين، المدرب مش هيقول للعيبه اغلق كده، مش هيقول لعبد المجيد تيجي تشوطها اقلش كده، مش هيقول محمد طارق قالب بكوره لو بنعلم ناشئ خد اللعيبه على الزاويه الضيقه، على الاقل لو عرضها ممكن اللعيب يعديها. انما انت سايب اللعيب يدخل جوه في قلب الملعب. لا فريق خارج الخدمه السنه دي يا جماعه، احنا وراهم بقالنا سنين، يعني مش متعودين ان احنا وراهم بقالنا سنين، مش متعودين ان احنا نكسب البطولات على طول، ومفيش فريق بيكسب البطولات على طول. ولو في فريق بيكسب البطولات على طول، البطولة مش هيبقى لها طعم ولا هتبقى لذيذة. فاحنا الفريق ده السنة دي ما حدش يتعشم فيه خير، اجينا بنروح معاه واجينا بنشجعه، بس ما عادش، ولو تنوا كده 10 سنين 100 سنة برضه هنشجعه. فما حدش يا جماعة يتعشم في الفريق ده اي حاجة، لان فعلا فريق لا خط دفاع
ولا خط هجوم ولا وسط ملعب بصراحه خارج الخدمه، غير المدرب. يعني مش هنتكلم على المدرب، احنا شفنا الفريق الاخطاء الدفاعيه الكارثيه. لا في حد، ما عندهمش كمان حميه، ما عندهمش قلب، ما عندهمش روح. كان الله في عون جمهور الزمالك. تنساش تعمل لايك وشير، اشترك في القناه.